السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وحال. طبعا في ناس كتير ما بتحبش القراميط، ما تعرفش اصلا ايه سمك القراميط دوا، مع انه سمك. هو الحقيقة شكله مش عاطفي قوي يعني، يمكن لانه لونه اسود كده وشكله بشنبات، فناس كتير بتقرف من شكله. بس هو لو اتعمل بطريقة حلوة وطريقة نظيفة هيبقى طعمه حلو قوي، وهيتاكل وهيبقى سمك زي الفل. هو عامة هو سمك بيعيش في النيل. هو انا مش هضحك عليكم واقول لكم ان هو طعمه زي سمك البحر، يمكن لان سمك البحر بيبقى فيه ملوحة البحر فبيدي طعم احلى شوية. هو بيبقى ناعم شوية، ملمسه ناعم، بس طعمه حلو. ولو اتعمل بطريقة نظيفة وحلوة هيبقى طعمه حلو وهيتاكل ويبقى زي الفل. بس هو سمك بيطلع من النيل. هو طبعا زمان كان ارخص من كده كتير، بس يعني هو برضو لازال سعره معقول. سمك القراميط بيتعمل بثلاث طرق: اما ان يكون صيادية اللي هو في شوربة يعني، والطريقة دي عاملاها على القناة، وفي طريقة تانية اللي هي طريقة الطاجين، وفي طريقة القلي العادية خالص. انا قبل كده عملت طريقة الصيادية، ياريت تشوفوها، وبيبقى على فكرة طعمه جميل. بس في ناس كتير ما بتحبش السمك المسلوق، فلو ما بتحبوش مسلوق ممكن تاكلوه طاجين، وعلى فكرة طعمه حلو، والله طعمه حلو فعلا. ده غير ان هو لما يبقى السمكية كبيرة بتبقى الجزلة بتاعتها كبيرة كده ومليانة لحمة. لا، وكان في إشاعة على سمك القراميط دوا اللي كانت بتخلي الناس كلها تقرف منه، ان هو قال ايه، بيقولوا ان هو بيعيش في المجاري. انا مش مصدقة الحاجة دي، يعني مش مصدقة ان يكون بيعيش في المجاري، استحالة يحصل الكلام ده. هو سمك بيطلع من النيل، بيعيش في النيل، بيعيش في المية العذبة. ودايما لما تيجوا تشتروا سمك القراميط من عند الراجل لازم يكون حطه في كروانة كبيرة كده والسمكية بتلعب في المية، يعني لازم تكون السمكة حية، وتنقوا السمكية تكون كبيرة علشان لما تيجوا تقطعوها جزل تبقى الجزلة كبيرة ومليانة لحمة. هو طبعا اللي ما يعرفش ان ده السمك الوحيد اللي بيتذبح، يعني لازم الراجل يقطع دماغه بالسكينة علشان يموت. وحتى بعد ما الراجل بيقطع دماغه بالسكينة مفروض ان هو كده يكون مات، بس سبحان الله بيفضل ديله بيلعب لمدة مثلا ربع ساعة نص ساعة كده. فدي يعني حاجة غريبة أوي، سبحان الله. هنبتدي ان احنا نقطعه جزل، وكل ما يبقى السمكة كبيرة كل ما تبقى أحلى، بالذات في القراميط علشان تبقى الجزلة مليانة لحمة. إنما لو جبنا السمك القراميط صغير بيبقى السمكية نفسها صغيرة والجزلة بنفسها مفيهاش لحمة. فلو عايزين نشتري قراميط بنشتري السمكية الكبيرة، ما نشتريش السمكة الصغيرة. هنبتدي ان احنا نقطعه جزل، وطبعا نفتحه من البطن، ولو في اي وساخة او اي حاجة بنطلعها. وملاحظين ان هو لونه رمادي مش اسود قوي، وده معناه ان هو السمكية حلوة ونظيفة. وانا مش عارفة الابيض ده تقريبا ممكن يكون بطارخ، بس انا الحقيقة يعني ما حبيتهاش يعني واديتها للقطة. واهم حاجة نشيل من ناحية السلسلة كده، ننظف ناحية السلسلة، لو في دم لو في اي حاجة كل ده بيدي زفارة للسمك. فاهم حاجة ان احنا ننظف السمكية كويس.
يعني ممكن يكون في ناس كتير ما بتحبوش لانه ممكن بيحس ان هو زفر شوية، انما هو على فكرة مش زفر خالص لو اتعمل بطريقة صح، ولو اتنضف بطريقة صح مش هيبقى فيه اي زفارة وهيبقى طعمه حلو. وزي ما قلت لكم اهم حاجة ان احنا ننضفه كويس. نشيل اي وساخة فيه ونشيل اي حاجة. هو طبعا شكله مش عاطفي يعني شوية، عشان كده في ناس كتير ما بتحبهوش، بس هو يعني في الاخر وفي الاول وفي الاخر هو سمك، فاحنا ممكن ننضفه كويس ونعمله كويس بطريقة ونطبخه بطريقة حلوة، وفي الاخر هيبقى الطعم حلو زي الفل. كل الاحشاء بقى وكل الحاجات دي كلها نرميها، مش عايزين اي زفارة فيه. النخشوش بتاعه كل ده نشيله وننضف كويس من عند الراس. ونشيل الشنبات بتاعته، يمكن علشان الشنبات بتاعته دي في ناس كتير ما بتحبوش، مش عارفة يعني. وانا زي ما قلت لكم هو شكله مش عاطفي يعني شوية، بس لو اتنضف واتشال شنباته واتقطع جزل مش هيحسوا بأي حاجة ومش هيلاحظوا يعني ان هو شكله كان في الاول كده. انا الراس دي بقى هخليها واعملها صيادية. اهو بص بعد ما اتقطع بقى جزل وكلها مليانة لحمة، بقى جزل اهو زي الفل. وبرضو نعيد على تنظيفه تاني. ونحط له شوية دقيق وممكن كمان ليمون، بس هو على فكرة هو مش زفر ولا اي حاجة، لان زي ما قلت لكم انا بجيبه صاحي من عند الراجل، يعني بجيبه لازم يكون بيلعب من عند الراجل، بيتحرك كده في الكروان اللي هو حاططها، ما نجيبش الميت. ونسيبه منقوع شوية في الدقيق والليمون، وبعد كده نشطفه بقى شطفة كويسة. ونقول بسم الله ونبتدي ان احنا نحضر تتبيلة السمك. نجيب معلقة كبيرة من الثوم المفروم او الثوم الصحيح، ومعلقة شطة، ومعلقة كزبرة، ومعلقة كمون، كل دي معالق صغيرة، ومعلقتين ملح صغيرين، ونقطع فلفل، وحزمة كزبرة، ونضربها في الكبة.
ونسيب حبة من الخلطة دي على جنب، كام معلقة منها بس. ونبتدي بقى نتبل السمك بالخلطة اللي احنا عاملينها. ونديله عصرة ليمونة كده، ونقلبه كويس. احنا هنشتغل فيه على طول، مش هنسيبه في التتبيلة دي كتير. ونجهز دقيق، ونحط معلقة كزبرة، معلقة كمون، كل دي معالق صغيرة، ومعلقة ملح، ونقلب كل ده مع بعضه. ونبتدي ان احنا نقلبه في الدقيق، عشان بعد كده نبتدي ان احنا نقليه. وعشان نجهز صلصة الطاجين، هنقطع مثلا بتاع 4 طماطمات، ونضربهم في الخلاط بشوية مية. وده السمك بعد ما جهزناه بالدقيق اهو، شايفين بتاع مثلا 4 جزل وديل. ونبتدي ان احنا نقليه في الزيت.
نقلبه بقى على كل ناحية كده، بحيث ان هو يتحمر كويس. هو طبعا كده لسه مستواش، لسه هيكمل سواه في صلصة الطاجين اللي احنا هنعملها. ويا جماعة زيت القلي يا ريت ما نستعملوش اكتر من مرتين، لان بعد كده بيقولوا ان هو بينزل بقى سموم وبيعمل حاجات مسرطنة يعني. وزي ما انتوا شايفين انا مش حاطة كمية زيت كتير عشان ما نهدرش الزيت على الفاضي. بس كده خلصنا القلية، او شايفين كمية الزيت يا دوبك على القد. نبتدي بقى نجهز صلصة الطاجين. هنجهزها في نفس الصينية اللي هنعمل فيها الطاجين. نحط شوية زيت، ونجيب الخلطة اللي احنا كنا شايلينها في الأول اللي هي فيها توم وكزبرة وكمون، ونبتدي ان احنا نشوحها في الزيت لغاية لما نشم ريحة التوم من غير ما تتحرق التومة، يا دوبك بس تصفر. اهو نقلبها كويس بس كده، ونبتدي بقى نحط شوية خل، يعني تقريبا معلقتين خل، ونجيب معلقة صلصة، ده كيس صلصة صغير، ونقلبه مع الخلطة. ونجيب بقى الطماطم اللي احنا عصرناها في الخلاط، وبس كده نقلبها بقى لغاية لما تبقبق كده، وبعد كده نضيف السمك. ندوق الملح،
محتاجة شوية ملح شوية، ونقلب ونسيبها شوية على النار لغاية لما تبقبق كده او تتسبك. اول ما تغلي نبتدي ان احنا نضيف السمك. ونقلبه بقى كده في الصلصة بحيث ان هو ياخد كل الصلصة الحلوة دي، ونغطيه بقى بالصلصة. ممكن بقى في الحالة دي اما ان احنا نحطه في الفرن ياخد تسوية كده بتاع ربع ساعة في الفرن، او ان احنا نحطه على البوتاجاز وبرضه ياخد برضه ربع ساعة دي، يعني زي ما انتوا عايزين. انا حطيته في الفرن اخد تقريبا بتاع ربع ساعة، وبعد كده استوى بقى زي الفل. بس نحط فلفلاية حلوة كده حامية ونحطه في الفرن. وهنا بعد ما استوى اهو وطلع من الفرن، شايفين حلو ازاي؟ يفتح والله النفس، وطعمه جميل ومليان لحمة. يعني انا مش عارفة مين اللي ما يحبش الطاجين او سمك القراميط بالطريقة دي. شايفين شكله حلو ازاي؟ وطعمه كمان والله جميل. حط شوية بقدونس او كزبرة عليه. اظن بعد كده بقى محدش يقرف تاني من القراميط ويقول لا 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 ما بحبهاش وشكلها مش حلو وشكلها مش عاطفي وبشنبات ولونها اسود كده ما يفتحش النفس. طب جربوا الطريقة دي كده وشوفوا هيبقى طعمها ايه. شوفوا الجزلة كده مليانة لحمة ازاي. والله طعمه جميل. وعلى فكرة مفهوش شوك، يعني الشوكة بس اللي هي شوكة السلسلة، وفي شوك بس من الجنب كده، انما اللحمة نفسها ما فيهاش شوك. ويا سلام على واحدة الفلفلاية دي، ألف هنا وشفا. يلا سلام عليكم.